ها هو وسام العرش الذي وشح به الملك محمد السادس أسود الأطلس. وشح العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الثلاثاء مدرب ولاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم وسام العرش، وذلك تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه في منافسة كأس العالم 2022 المقامة بقطر. واستقبل العاهل المغربي مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد أمس الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم وأمهاتهم. وهكذا وشح الملك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي القجح ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي وسام العرش درجة قائد، كما وشح بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم. يمنح وسام العرش لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له أو لما قدموه من خدمات مدنية أو عسكرية. يشتمل وسام العرش على 5 درجات هي: الدرجة الممتازة، الحمالة الكبرى، الدرجة الأولى ضابط كبير، الدرجة الثانية قائد، الدرجة الثالثة ضابط، الدرجة الرابعة فارس. ويتألف وسام العرش من درجة قائد من نجمة قائد، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يشدها إلى رباط عنق برتقالي فاتح عرضه 37 ملم، بجانبه خط أبيض عرضه مليمترين على بعد 3 ملم من كل جانب. يتميز هذا الوسام بارتداء شارة على العنق. ويتألف وسام العرش من درجة ضابط من نجمة ضابط ولها نفس أبعاد نجمة الرصيعة، وتدلى من خاتم سعف من ذهب يربطها بشريط حريري برتقالي فاتح فيه وريدة يتوسطها خطان أبيضان. عرض الشريط 37 ملم، بجانبه خط أبيض عرضه مليمتران على بعد 3 ملم من كل جانب. يوضع هذا الوسام في الجانب الأيسر من الصدر. وجاء الاستقبال الملكي إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي بعدما تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية في نهائيات كأس العالم التي أقيمت بدولة قطر.